هل سألت نفسك يوما لماذا ينجح البعض في تحقيق الثروة بينما يظل الآخرون عالقين في نفس المكان؟ الحقيقة الصادمة أن الثروة لا تأتي بالحظ، بل بطريقة تفكير مختلفة تماما. معظم الناس يسيرون في طريق واحد تقليدي، لكن هذا الطريق نادرا ما يقود إلى الثراء. السر الحقيقي هو أن لكل شخص طريقته الخاصة التي تناسبه هو فقط. في هذا الكتاب لن نخبرك أن تصبح نسخة من شخص آخر، بل سنساعدك على اكتشاف نسختك أنت من النجاح. سنبدأ أولا بتغيير نظرتك للمال، لأن كل شيء يبدأ من داخلك. ثم سنكشف لك لماذا يفشل الكثيرون رغم اجتهادهم المستمر. بعد ذلك ستتعلم كيف تجد الطريق الذي يناسب مهاراتك وشخصيتك. لن يكون الأمر مجرد نظريات، بل خطوات عملية يمكنك تطبيقها فورا. ستفهم كيف تبني مهارة حقيقية لها قيمة في السوق، وكيف تحول هذه المهارة إلى مصدر دخل قوي ومستمر. سنتحدث أيضا عن قوة الادخار، ولماذا هو بداية أي ثروة حقيقية. ثم ننتقل إلى عالم الاستثمار، حيث يبدأ المال في العمل لصالحك. لكن الطريق ليس سهلا، لذلك سنحذرك من الأخطاء التي يقع فيها معظم الناس. وستتعلم كيف تحمي نفسك من هذه الفخاخ التي تعطل تقدمك. كما سنكشف لك العادات اليومية البسيطة التي تصنع فرقا هائلا مع الوقت. وسنؤكد على أهمية الصبر، لأن الثروة لا تبنى في يوم واحد. في النهاية ستدرك أن الثراء ليس هدفا بعيدا، بل رحلة تبدأ بخطوة. والسؤال الآن: هل أنت مستعد أن تبدأ طريقك الخاص؟ الفصل الأول: غير طريقة تفكيرك تجاه المال. المال في حياة معظم الناس ليس أكثر من وسيلة للنجاة من متطلبات الأيام. يعملون بجد وينتظرون الراتب، ثم ينفقونه سريعا قبل أن يشعروا بأي تقدم حقيقي. ومع مرور الوقت يعتادون هذه الدائرة حتى يظنوا أنها الحياة الطبيعية التي لا يمكن تغييرها. لكن الحقيقة أن المشكلة لا تبدأ من قلة المال فقط، بل من الطريقة التي نفكر بها تجاهه. فالشخص الذي يرى المال مجرد وسيلة للصرف لن يتمكن غالبا من تحويله إلى أداة لبناء الثروة. أما من يفهم أن المال يمكن أن يكون موظفا يعمل لديه، فهنا تبدأ اللعبة في التغير. العقلية الفقيرة تسأل دائما: كيف اشتري هذا الشيء؟ أما العقلية الثرية فتسأل: كيف أجعل هذا الشيء يدر علي دخلا؟ وهذا الفرق البسيط في السؤال يصنع فرقا ضخما في النتائج. كثيرون يظنون أن الثراء حكر على أصحاب الحظ أو العلاقات أو البدايات القوية، لكن الواقع يقول إن الثروة تبدأ غالبا بفكرة مختلفة قبل أن تبدأ بحساب بنكي كبير. حين تتوقف عن التفكير في المال على أنه هدف نهائي وتراه كوسيلة لصناعة الحرية، ستتغير قراراتك كلها. ستبدأ في الإنفاق بوعي أكبر، وفي العمل بذكاء أكثر، وفي الادخار بهدف أوضح. وستفهم أن كل جنيه يمر بين يديك يمكن أن يكون بذرة لمستقبل مختلف. هذه العقلية لا تولد مع الإنسان، بل تبنى بالتعلم والانتباه والممارسة. ولهذا فإن أول خطوة نحو الثراء ليست في جيبك، بل في رأسك. حين تغير أفكارك ستتغير أفعالك، وحين تتغير أفعالك ستتغير نتائجك. ومن هنا تبدأ رحلتك الحقيقية، ليس فقط لجمع المال، بل لبناء حياة أقوى وأكثر حرية. فالسؤال الأول الذي يجب أن تسأله لنفسك من الآن هو: هل أتحكم أنا في المال، أم أن المال هو الذي يتحكم فيه؟ الفصل الثاني: لماذا لا يصبح الجميع أثرياء؟ كثيرون يحلمون بالثراء، ولكن القليل فقط هم الذين يسيرون في الطريق الذي يوصل إليه. والسبب ليس أن الفرص موجودة لبعض الناس دون غيرهم، بل لأن الكثيرين لا يرون الفرص أصلا. هناك من يقضي عمره كله وهو ينتظر الظرف المثالي، وهناك من يبدأ بما عنده ويصنع منه شيئا كبيرا. وبين الانتظار والبداية يتشكل الفرق بين من يحلم ومن يصل. كثيرون يربطون الثراء بالذكاء الخارق،
أو العائلة الغنية أو الحظ النادر. لكن الحقيقة أن الثراء في أغلب الأحيان نتيجة قرارات صغيرة تتكرر كل يوم. قرار التعلم بدلا من التسلية المفرطة، وقرار الادخار بدلا من الإنفاق العشوائي، وقرار البناء على المدى الطويل بدلا من البحث عن نتيجة سريعة. المشكلة أن معظم الناس يريدون نتائج كبيرة، ولكنهم لا يريدون أن يدفعوا ثمن الالتزام. يريدون دخلا أعلى، ولكنهم لا يطورون مهاراتهم. يريدون حرية مالية، ولكنهم يقعون في أسر العادات الاستهلاكية. يريدون حياة أفضل، ولكنهم يؤجلون أول خطوة كل يوم. وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، ليس غياب الرغبة، بل غياب الاستعداد. الثراء لا يذهب لمن يتمناه فقط، بل لمن يتحمل مسؤولية الوصول إليه. كما أن الخوف يلعب دورا كبيرا في إبقاء الناس في أماكنهم. الخوف من الفشل، والخوف من كلام الناس، والخوف من تجربة شيء جديد. ولكن من يبقى أسير خوفه يبقى أيضا أسير واقعه. لذلك فإن السؤال ليس لماذا لا يصبح الجميع أثرياء، بل السؤال الأهم هو من منهم مستعد فعلا أن يسلك الطريق حتى نهايته. الفصل الثالث: اكتشف طريقتك الخاصة للثراء. ليس كل الناس يولدون لنفس الطريق، ولا كل الطرق تناسب الجميع. فهناك من ينجح في التجارة، وهناك من يبني ثروته من مهارة، وهناك من يصل من خلال الاستثمار أو الابتكار. وأكبر خطأ يقع فيه الكثيرون هو أن يحاولوا تقليد طريق شخص آخر دون أن يفهموا أنفسهم أولا. فما نجح مع غيرك قد لا ينجح معك، وما يناسب قدراتهم قد لا يناسب شخصيتك أنت. لذلك فإن بداية الطريق الصحيح تبدأ من معرفة نفسك، لا من مراقبة الآخرين فقط. اسأل نفسك: ما الشيء الذي أجيده فعلا؟ ما المهارة التي استطيع تطويرها حتى تصبح مصدر قيمة؟ ما النوع من العمل الذي استطيع الاستمرار فيه حتى في الأيام الصعبة؟ هذه الأسئلة بسيطة في شكلها، لكنها عميقة في تأثيرها. لأن الثراء لا يبدأ من فكرة مبهرة فقط، بل من توافق بينك وبين الطريق الذي تسلكه. عندما تجد طريقا يناسب طبعك وقدراتك، تصبح قادرا على الاستمرار فيه لفترة أطول. والاستمرار هو الشيء الذي يفشل فيه معظم الناس قبل أن يفشلوا في النتيجة. لا تخجل من أن تبدأ بشيء صغير، فكل الطرق الكبيرة بدأت بخطوة متواضعة. ولا تحتقر موهبة لديك لأنها تبدو عادية، فقد يكون ما تراه أنت عاديا هو بالنسبة لغيرك شيئا ذا قيمة كبيرة. المهم أن تتوقف عن محاولة الدخول في قوالب لا تشبهك. لا تجبر نفسك على طريق لأنه مشهر أو لأن الناس يتحدثون عنه كثيرا. فالطريق الناجح ليس هو الأكثر لمعانا، بل هو الأكثر مناسبة لك. وحين تكتشف هذا الطريق، ستبدأ في بناء ثروتك بأسلوب يشبهك أنت، لا بأسلوب مفروض عليك. وعندها فقط ستدرك أن أقصر طريق إلى الثراء هو الطريق الذي ينبع منك أنت. الفصل الرابع: المهارة التي تصنع لك قيمة في السوق. في عالم المال لا يكفي أن تعمل كثيرا، بل يجب أن تملك شيئا يجعل الناس يحتاجون إليك. فالثروة لا تأتي فقط من بذل الجهد، ولكن من بذل الجهد في شيء له قيمة حقيقية. وهنا يأتي دور المهارة، لأنها الجسر الذي يربط بينك وبين الفرص. كلما كانت مهارتك أقوى، كانت قيمتك في السوق أعلى. وكلما ارتفعت قيمتك، زادت فرصك في بناء دخل أكبر وحياة أفضل. كثيرون يقضون سنوات في أعمال لا تضيف لهم شيئا، ثم يتعجبون لماذا لا يتقدمون. والسبب أن السوق لا يكافئ مجرد الوجود، بل يكافئ القدرة على الحل والإضافة والتأثير. لذلك اسأل نفسك: ما المهارة التي أملكها ويمكن أن تحل بها مشكلة للناس؟ هل تجيد البيع؟ أم التصميم؟ أم الكتابة؟ أم التفاوض؟ أم التسويق؟ أم التحليل؟ ليس المهم أن تعرف كل شيء، بل المهم أن تتقن شيئا يحمل قيمة واضحة. والأذكى من ذلك
أن تختار مهارة يحتاجها السوق بشدة، وليس فقط مهارة تحبها أنت. فعندما يجتمع الشغف مع الطلب، تبدأ الفرص الحقيقية في الظهور. ولا تنتظر أن تصبح خبيرا من اليوم الأول، فكل خبير كان في يوم ما مبتدئا. ابدأ بالتعلم، ثم بالتجربة، ثم بالتحسين المستمر. كل ساعة تستثمرها في تعلم مهارة مهمة قد تعود عليك بأضعافها في المستقبل. ومع الوقت ستتحول هذه المهارة من معرفة في عقلك إلى قيمة في يدك، ومن قيمة في يدك إلى دخل في حياتك. هنا تفهم أن المال لا يطارد فقط، بل يجذب أيضا. وأقوى ما يجذبه إليك هو أن تصبح شخصا يملك ما يستحق أن يدفع له. فابن مهارتك بالصبر، واصقلها بالتزام، وتذكر دائما أن قيمتك في السوق هي أحد أهم أسرار ثروتك المستقبلية. ومن هنا يبدأ التحول الحقيقي من البحث عن الفرصة إلى أن تصبح أنت الفرصة. الفصل الخامس: كيف تبني مصدر دخل حقيقيا؟ كثيرون يعملون لساعات طويلة، ولكنهم في نهاية الشهر يشعرون أنهم لم يبنوا شيئا حقيقيا. يحصلون على المال ثم يختفي سريعا، وتبقى الحياة كأنها دوامة لا تنتهي. والسبب أن الدخل الحقيقي لا يقاس بمقدار ما تكسبه اليوم فقط، بل بقدرتك على بناء شيء يستمر معك ويتطور بمرور الوقت. فهناك فرق كبير بين من يعمل ليأخذ أجره، وبين من يبني نظاما يدر عليه دخلا. الدخل المؤقت يساعدك على العيش، أما الدخل الحقيقي فيساعدك على التقدم. ولكي تبني مصدر دخل حقيقيا، يجب أن تبدأ من القيمة التي تقدمها، لا من المال الذي تريد الحصول عليه. اسأل نفسك: ما الشيء الذي يمكنني أن أقدمه للناس بشكل يجعلهم يدفعون مقابله؟ قد يكون خدمة، أو منتجا، أو مهارة، أو فكرة تسهل على الآخرين أمرا يعانون منه. كل دخل قوي يبدأ بحل مشكلة، أو تلبية حاجة، أو تحقيق رغبة لدى الناس. وكلما كانت القيمة التي تقدمها أوضح وأقوى، كان الدخل الذي تبنيه أثبت وأكبر. ولا يكفي أن تبدأ فقط، بل يجب أن تتعلم كيف تطور ما تبنيه. فمصدر الدخل لا يكبر بالتمني، بل بالتحسين المستمر، وفهم السوق، والإنصات لما يحتاجه الناس فعلا. وفي البداية قد يكون العائد صغيرا، ولكن هذا لا يعني أن الطريق خاطئ. فكثير من المشاريع والأعمال الكبيرة بدأت بخطوات بسيطة جدا، ثم نمت لأن أصحابها لم يتوقفوا. المهم ألا تبقى أسير الدخل الذي ينتهي بانتهاء وقتك فقط. فكر في بناء شيء يمكنه أن يستمر، وأن يتسع، وأن يعمل معك لا ضدك. حين تفعل ذلك، ستنتقل من مجرد كسب المال إلى صناعة مصدر يغير مستقبلك. وعندها ستدرك أن السؤال ليس كم تكسب الآن، بل ماذا تبني ليدوم غدا. فمصدر الدخل الحقيقي لا يمنحك المال فقط، بل يمنحك القوة والخيار والمستقبل الذي تستحقه. ومن هنا تبدأ نقلتك من العمل من أجل البقاء إلى البناء من أجل الثراء. الفصل السادس: قوة الادخار وبداية الانضباط المالي. كثيرون ينظرون إلى الادخار على أنه حرمان، أو تأجيل للمتعة، أو حمل ثقيل لا يحبه أحد. لكن الحقيقة أن الادخار ليس عقوبة، بل هو أول دليل على أنك بدأت تتحكم في مالك بدلا من أن يتحكم هو فيك. فالشخص الذي ينفق كل ما يكسبه يبقى دائما في حالة مطاردة للمال. أما الذي يحتفظ بجزء من دخله، فهو يبدأ في بناء مسافة آمنة بينه وبين الضغوط. الادخار لا يعني أن تمنع نفسك من كل شيء، ولا أن تعيش حياة قاسية بلا متعة، بل يعني أن تقرر بوعي أن بعض ما تكسبه اليوم يجب أن يبقى ليخدمك غدا. وهنا يظهر الانضباط المالي، لأنه القدرة على أن تقول لبعض الرغبات ليس الآن. وهذه الجملة البسيطة قد تكون هي الفارق بين من يبني مستقبلا ومن يضيعه في لحظات عابرة. كثير من الناس لا تضيع أموالهم في أشياء كبيرة، بل في تسربات صغيرة تتكرر كل يوم. مصروفات عشوائية، ورغبات مفاجئة،
وعادات شراء لا يسبقها تفكير. ومع الأيام تتجمع هذه التفاصيل الصغيرة لتصبح سببا في ضعف أي تقدم مالي. لذلك فإن الادخار لا يبدأ من كبر الدخل، بل من صغر القرار الذي تلتزم به. قد تبدأ بنسبة بسيطة، ولكن المهم هو أن تبدأ وأن تستمر، وأن تجعل الادخار عادة لا حالة مؤقتة. فمع كل مرة تقدم فيها مستقبلك على نزوة لحظية، أنت لا توفر مالا فقط، بل تربي في نفسك قوة السيطرة. وهذه السيطرة هي التي تفتح لك بعد ذلك أبواب الاستثمار والنمو والحرية. لأن من لا يستطيع الحفاظ على المال لن يستطيع تكبيره حين يأتي، ومن لا يملك انضباطا في الصغير لن يحسن التصرف في الكبير. لذلك فإن الادخار ليس آخر الطريق، بل هو بداية الطريق الحقيقي نحو الثراء. فمن خلاله تبدأ في بناء نفس أكثر وعيا، وحياة أكثر استقرارا، ومستقبل أكثر قوة. وعندها ستفهم أن أول انتصار مالي في حياتك لم يكن في كم جمع، بل في كيف تعلمت ألا تضيع. الفصل السابع: الاستثمار الذكي وليس العمل فقط. كثيرون يظنون أن العمل الشق وحده كاف لصناعة الثراء، ولكن الحقيقة أن العمل وحده قد يبقيك مشغولا لا ثريا. فأن تعمل لساعات أطول قد يزيد دخلك قليلا، ولكنه لا يضمن أن يتضاعف مالك على المدى البعيد. وهنا يأتي دور الاستثمار، لأنه الخطوة التي تنقلك من الاعتماد على جهدك إلى الاعتماد أيضا على ذكاء قراراتك. الاستثمار ببساطة هو أن تجعل جزءا من مالك يعمل لأجلك، بدلا من أن يبقى ساكنا أو يذوب في المصروفات. فالمال الذي لا تمنيه بحكمة يفقد قوته مع الوقت. أما المال الذي تضعه في مكان صحيح فقد يبدأ في صناعة نمو لا يعتمد كليا على وجودك المستمر. لكن الاستثمار الذكي لا يعني المخاطرة العشوائية ولا مطاردة الأحلام السريعة. فكثيرون يخسرون لأنهم يدخلون أي فرصة تعد بالربح دون فهم أو دراسة أو صبر. والحقيقة أن الاستثمار الناجح يبدأ بالفهم قبل المال. يجب أن تعرف أين تضع مالك، ولماذا تضعه هناك، وما الذي يمكن أن تكسبه، وما الذي يمكن أن تخسره. ويجب أن تدرك أن الاستثمار ليس لعبة حظ، بل قرارا يبنى على الوعي والتخطيط والنفس الطويل. قد يبدأ الاستثمار بمبالغ صغيرة، ولكن أثره يكبر مع الزمن إذا اقترن بالاستمرار. فالمهم ليس أن تملك رأس مال ضخما في البداية، بل أن تملك عقلا يعرف كيف يحرك المال بحكمة. ومع كل خطوة صغيرة واعية تبدأ في بناء عادة جديدة، ألا تكتفي بكسب المال، بل تفكر في تكبيره أيضا. وهنا يظهر الفرق بين من يعيش أسير دخله وبين من يبدأ في بناء أصول تساعده على التحرر التدريجي. فالأثرياء لا يعتمدون على العمل فقط، بل يجعلون أموالهم أيضا تشاركهم في صناعة المستقبل. ولذلك فإن الاستثمار الذكي ليس خطوة جانبية في طريق الثراء، بل هو جزء أساسي منه. فعندما تتعلم أن تجعل المال يعمل لك، تصبح أقل ارتباطا بالساعات وأكثر اقترابا من الحرية. وعندها ستفهم أن الطريق إلى الثراء لا يمر فقط من باب العمل، بل يمر أيضا من باب الاستثمار الذكي الذي يجعل كل خطوة مالية تعمل لصالحك. الفصل الثامن: تجنب الأخطاء التي تبقيك فقيرا. كثيرون لا يفشلون في بناء الثروة لأنهم لا يعملون، بل لأنهم يكررون أخطاء صغيرة تصحبهم إلى الخلف كل يوم. فالمشكلة ليست دائما في قلة الفرص ولا في ضعف الرغبة، بل في التصرفات التي تهدم ما تحاول أن تبنيه. ومن أخطر هذه الأخطاء أن تعيش أكبر من دخلك، فتحاول أن تظهر صورة أغنى من حقيقتك. فكثير من الناس ينفقون ليبهروا الآخرين، ثم يستيقظون على واقع مالي يزداد ضغطا وثقلا. ومن الأخطاء أيضا أن تظل معتمدا على مصدر دخل واحد، فإذا تعثرت معه حياتك كلها. كذلك فإن التأجيل المستمر من أكبر الفخاخ التي تبقي الإنسان في مكانه. تؤجل التعلم، وتؤجل الادخار، وتؤجل البداية، ثم تكتشف بعد سنوات أن التأجيل كان هو الخسارة الأكبر. ومن الأخطاء القاتلة أن ترفض تعلم أمور المال،
وتتصرف وكأن الثقافة المالية شيء ثانوي. فمن لا يفهم كيف يدير دخله، ولا كيف ينفق، ولا كيف يدخر، سيظل يدور في نفس الدائرة مهما زاد ماله. وهناك خطأ آخر لا يقل خطورة، وهو مطاردة الربح السريع دون فهم. فالرغبة في النتائج السريعة تجعل البعض يقعون في قرارات متسرعة أو مخاطرات لا يعرفون عواقبها، وبدلا من أن يبنوا ثروة يخسرون ما جمعوه في لحظة. ومن أكبر الأخطاء أيضا أن تقضي وقتك في مقارنة نفسك بالآخرين، فتشعر إما بالنقص أو بالإحباط أو بالرغبة في التقليد الأعمى، بينما الحقيقة أن كل شخص له طريقه وظروفه ووقته الخاص. كذلك فإن عدم الانضباط في الأمور الصغيرة يبني مع الأيام مشكلات كبيرة. فالمصروف الصغير الذي لا تلقي له بالا، والعادة البسيطة التي لا تحاسب نفسك عليها، قد يكونان مع الوقت سببا في إضعاف أي تقدم مالي. لذلك فإن الطريق إلى الثراء لا يحتاج فقط إلى أفعال صحيحة، بل يحتاج أيضا إلى التوقف عن الأخطاء التي تفسد هذه الأفعال. فكلما تجنبت خطأ يضيع مالك أو وقتك أو جهدك، كنت أقرب إلى الحياة التي تريدها. وعندها ستدرك أن بناء الثروة لا يعني فقط أن تعرف ماذا تفعل، بل أن تعرف أيضا ماذا يجب ألا تفعله أبدا. الفصل 9: كيف تجعل المال يعمل لأجلك؟ كثيرون يقضون أعمارهم وهم يعملون من أجل المال، ولكن القليل فقط هم الذين يتعلمون كيف يجعلون المال يعمل من أجلهم. وهنا يظهر الفرق بين من يبقى أسيرا للدخل الشهري، وبين من يبدأ في بناء حياة مالية أكثر حرية واستقرارا. فأن تعمل لتكسب المال هو أمر مهم، لكنه ليس كافيا وحده لبناء ثروة حقيقية. لأنك مهما بذلت من جهد، سيبقى دخلك محدودا بوقتك وطاقتك إذا لم تبني شيئا يعمل بدونك أيضا. ومن هنا تبدأ الفكرة الأهم في طريق الثراء، أن تحول جزءا من مالك إلى أصل ينتج مالا جديدا. قد يكون ذلك من خلال استثمار، أو مشروع، أو أصل يدر دخلا، أو حتى نظام تبنيه يستمر في العمل مع الوقت. المهم أن تتوقف عن النظر إلى المال على أنه شيء للإنفاق فقط، وأن تبدأ في النظر إليه على أنه بذرة يمكن أن تنبت أشجارا أخرى. كل جنيه تحتفظ به بوعي وتوجهه بذكاء قد يتحول مع الوقت إلى جنيهات أخرى تعمل معك. وهذا هو السر الذي يفهمه الأثرياء مبكرا، أن المال يمكن أن يكون أداة إنتاج، لا مجرد أداة استهلاك. لكن هذا لا يحدث بالتمني، بل يحدث عندما تتعلم كيف توزع دخلك بين ما تستهلكه الآن وما تزرعه للمستقبل. فالبعض يأخذ كل ما يكسبه ويدخله في دوامة المصروفات، فلا يترك لنفسه أي فرصة للنمو. أما من يملك وعيا ماليا، فهو يختار أن يجعل جزءا من دخله يعمل على توسيع حياته، لا على تضخيم مظهره فقط. وكلما بدأت مبكرا في بناء هذه العادة، زاد أثرها مع الوقت. فليس المهم أن تبدأ بمبالغ كبيرة، بل أن تبدأ بعقلية صحيحة. فعقلية بناء الأصول تجعلك تفكر في كل دخل على أنه فرصة للتوسيع، لا فرصة للتبديد. وعندما تتكرر هذه القرارات الصغيرة، تبدأ في صناعة تغيير كبير في مسارك المالي. فشيئا فشيئا تنتقل من مجرد شخص يعمل ليعيش، إلى شخص يبني نظاما يساعده على التحرر التدريجي. وعندها لن يعود المال عبئا تطارده كل يوم، بل سيصبح شريكا يعمل معك في صمت. وهنا فقط تفهم أن الثراء الحقيقي لا يأتي من كثرة الجهد فقط، بل من قدرتك على أن تجعل كل ما تملكه يخدمك بحكمة. فالسؤال الذي يجب أن يبقى أمام عينيك دائما هو: هل أنا أنفق مالي كله، أم أنني أربي فيه القدرة على أن يعمل لأجلي؟ الفصل 10: العادات اليومية التي تصنع الثروة. كثيرون يتخيلون أن الثراء يأتي من خطوة كبيرة واحدة، أو من فرصة نادرة تغير الحياة في لحظة. لكن الحقيقة أن الثروة في أغلب الأحيان تبنى من عادات صغيرة تتكرر كل يوم. فما تفعله مرة قد يمر، أما ما تفعله باستمرار فهو الذي يصنع مستقبلك. ولذلك فإن العادات اليومية ليست تفاصيل بسيطة كما يظن البعض، بل هي الأساس الذي تبنى عليه النتائج الكبيرة.
فعادة التعلم اليومي ولو لفترة قصيرة تضيف إلى عقلك ما لا يستطيع أحد أن ينزعه منك. وعادة مراقبة مصروفاتك تجعلك أكثر وعيا بمكان ذهاب مالك. وعادة الادخار المنتظم ولو بمبلغ صغير تعلمك أن تبني للمستقبل لا للحظة فقط. وعادة الالتزام بوقتك تحول أيامك من فوضى إلى اتجاه واضح. كذلك فإن عادة تأجيل المتعة ليست حرمانا، بل هي دليل على قوة الشخصية ووضوح الرؤية. فالشخص الذي يستطيع أن يؤجل رغبة صغيرة اليوم قد يكون هو نفسه الشخص القادر على بناء شيء كبير غدا. ومن العادات المهمة أيضا أن تحاسب نفسك باستمرار. أن تسأل نفسك: ماذا تعلمت اليوم؟ وماذا أضفت؟ وماذا ضيعت دون فائدة؟ فهذه المراجعة البسيطة تجعلك أكثر قدرة على تصحيح المسار قبل أن تتراكم الأخطاء. كثير من الناس لا يفشلون لأنهم يفتقرون إلى الفرص، بل لأن أيامهم تذهب بدون نظام، وأسابيعهم تمضي بدون تقدم حقيقي. أما الناجحون فهم يفهمون أن اليوم الصغير هو اللبنة التي تبنى بها السنوات الكبيرة. وعندما تجتمع العادات الصحيحة مع الوقت تصنع أثرا قد يبدو بطيئا في البداية، ولكنه يصير هائلا في النهاية. فالثروة لا تصنع في يوم واحد، ولكنها قد تصنع من أفعال صغيرة تتكرر كل يوم بوعي والتزام. لذلك لا تستهن بعادة جيدة تبدأها اليوم، فقد تكون هي الحلقة الأولى في سلسلة تغيير كبير في حياتك. فكل عادة صحيحة تضيف لك قوة، وكل يوم منضبط يقربك من الحياة التي تريدها. وعندها ستدرك أن السر لم يكن في خطوة سحرية، بل في عادات بسيطة أخذتها بجدية حتى صنعت لك ثروة وحياة جديدة. الفصل 11: الصبر، الاستمرارية، والنفس الطويل. كثيرون يبدأون طريق التغيير بحماس كبير، ولكنهم يتوقفون عند أول تعب، أو أول تأخير في النتائج، أو أول عقبة غير متوقعة. وهنا يظهر الفرق بين من يريد النتيجة سريعا وبين من يريد أن يبني شيئا فالثروة الحقيقية لا تصنع بالاستعجال ولا تنضج في لحظة، بل تحتاج إلى وقت وصبر وقدرة على الاستمرار حتى عندما تبدو الأمور بطيئة. كثير من الناس يتركون الطريق لا لأنه خاطئ، بل لأنهم كانوا يتوقعون نتائج أسرع من حقيقته. يزرعون اليوم ثم يريدون الحصاد غدا، فإذا لم يروا الثمرة سريعا ظنوا أن الجهد ضاع. لكن الحقيقة أن أغلب الأشياء العظيمة تحدث في صمت، وتنضج تدريجيا، وتظهر نتائجها بعد فترة من الالتزام المستمر. ولذلك فإن الصبر ليس ضعفا كما يظن البعض، بل هو قوة داخلية تجعلك تثبت حين يتزعزع غيرك. أما الاستمرارية فهي القدرة على أن تكمل حتى وأنت لا تشعر بالحماس نفسه كل يوم. لأن الناجحين لا يعتمدون على المزاج، بل يعتمدون على الالتزام. وأما النفس الطويل فهو أن تفهم أن الطريق ليس سباقا قصيرا، بل رحلة تحتاج إلى حكمة في التوازيع بين السرعة والثبات. فلا ترهق نفسك في البداية حتى تنقطع، ولا تبطئ نفسك بشكل يفقدك الحركة. سر بخطى ثابتة ولو كانت بطيئة، فالخطوة المستمرة أقوى من الاندفاعة المؤقتة. وتذكر أن كل يوم لا ترى فيه نتيجة واضحة لا يعني أنه يوم ضائع، فقد يكون هو اليوم الذي تبني فيه أساسا لشيء سيظهر أثره بعد أشهر أو سنوات. في الطريق إلى الثراء ستحتاج أحيانا أن تتحمل بطء التقدم، وأن تقاوم رغبة التراجع، وأن تصدق أن ما تبنيه اليوم له قيمة حتى لو لم يره أحد بعد. وهنا ينتصر أصحاب النفس الطويل، لأنهم لا ينخدعون ببطء البداية ولا يتركون الطريق قبل وصول الثمرة. إنهم يفهمون أن التراكم سر عظيم، وأن القرارات الصغيرة حين تتكرر لفترة طويلة تصنع نتائج تدهش الجميع. لذلك لا تسأل فقط متى سأصل، بل اسأل نفسك أيضا: هل أنا مستعد أن أكمل حتى أصل؟ فلو ملكت الصبر وحافظت على الاستمرارية وسرت بنفس طويل، فستكون قد امتلكت واحدا من أعظم أسرار النجاح والثراء. الفصل 12: أبدأ الآن ولا تنتظر الوقت المثالي.
كثيرون يعرفون ما يجب عليهم فعله، ولكنهم يظلون في مكانهم لأنهم ينتظرون اللحظة المثالية التي لا تأتي في الغالب أبدا. يقولون: سأبدأ عندما تتحسن الظروف، أو عندما أملك مالا أكثر، أو عندما أجد الوقت المناسب. ولكن الحقيقة أن البدايات العظيمة نادرا ما تكون كاملة، وأن الطريق لا يتضح كله من الخطوة الأولى. فالذي ينتظر أن تكون كل شروطه مثالية قد يقضي عمره كله في الانتظار دون أن يتقدم خطوة واحدة. أما الذي يبدأ بما عنده ويتعلم في الطريق ويصحح أخطاءه أثناء السير، فهو الذي يملك الفرصة الحقيقية للوصول. ليس المهم أن تبدأ بخطة معقدة، بل أن تبدأ بقرار صادق. قرار يقول لنفسك: لن أؤجل حياتي أكثر من ذلك. لأن التأجيل المستمر لا يسرق الوقت فقط، بل يسرق الحماس والثقة والإحساس بالقدرة على التغيير. وكلما طال الانتظار، أصبحت الخطوة الأولى أثقل في النفس وأصعب في التنفيذ. لذلك، فإن أفضل وقت للبداية ليس عندما تكون كل الأشياء جاهزة، بل عندما تدرك أن الانتظار لن يصنع لك شيئا. أبدأ بما تستطيع، ولو كان قليلا. أبدأ بمعلومة جديدة، أو بمهارة تطورها، أو بجزء صغير تدخره، أو بفكرة تجربها. فالخطوة الصغيرة التي تبدأ بها اليوم أقوى من خطة كبيرة تؤجلها إلى أجل غير معلوم. وتذكر أن كل من وصل إلى شيء كبير كان في يوم ما في نقطة بداية متواضعة. لم يكونوا يملكون كل الإجابات، ولم يكونوا مطمئنين تماما، ولكنهم بدأوا. وهذا هو الفرق الأكبر بين من يبقى في دائرة الحلم ومن ينتقل إلى مسار الفعل. في نهاية الأمر، لن تغير حياتك أفكارك التي لم تنفذ، ولا خططك التي بقيت على الورق. الذي سيغيرها حقا هو ما تفعله من الآن، وما تلتزم به بعد ذلك يوما بعد يوم. فإذا كنت تريد أن تصنع طريقك نحو الثراء، فلا تنتظر أن تشعر بالجاهزية الكاملة، بل أبدأ، ثم اصنع جاهزيتك وأنت تمشي. وعندها ستكتشف أن أكبر تحول في حياتك لم يبدأ من فرصة سحرية، بل من قرار بسيط وشجاع أن تبدأ الآن. في نهاية هذا الكتاب يبقى السؤال الأهم ليس هل الثراء ممكن؟ بل هل أنت مستعد فعلا أن تسلك طريقه؟ لقد مررنا معا بأفكار كثيرة، لكن جوهر الرسالة كان واضحا. أن تصبح ثريا بطريقتك الخاصة لا يعني أن تقلد أحدا، ولا أن تنتظر معجزة، ولا أن تراهن على الحظ، بل يعني أن تعرف نفسك، وتطور مهارتك، وتحسن إدارة مالك، وتبني عادات صحيحة، وتمشي بصبر حتى تصل. الثراء لا يولد في يوم واحد، ولكنه يبنى في كل يوم لا تستسلم فيه. يبنى في كل قرار واع، وفي كل خطوة صغيرة، وفي كل مرة تقدم فيها مستقبلك على رغبة عابرة. ومهما كانت نقطة بدايتك متواضعة، فإن الاستمرار يمكن أن يصنع منها قصة عظيمة. تذكر دائما أن أخطر ما يمكن أن يحدث لك ليس أن تفشل، بل أن تبقى في مكانك وأنت تعرف أنك تستطيع أكثر من ذلك. وتذكر أيضا أن أي حلم كبير يبدأ بخطوة، وأن أي ثروة حقيقية تبدأ بقرار. وإذا وصلت إلى هنا، فهذا يعني أن داخلك رغبة حقيقية في التغيير، وهذه في حد ذاتها بداية عظيمة. فلا تطفئ هذه الرغبة، ولا تتركها مجرد حماس لحظي، بل حولها إلى فعل يومي، وإلى خطة، وإلى التزام حقيقي. وبالمناسبة، إذا كنت تستفيد من هذا المحتوى، فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لكي يصلك كل جديد من الأفكار التي تساعدك على بناء نفسك ومستقبلك ومالك. وفي النهاية، لا أريدك أن تغلق هذه الصفحات وأنت معجب بالكلام فقط، بل أريدك أن تغلقها وأنت متخذ قرارا واضحا أنك ستبدأ، وأنك ستستمر، وأنك لن ترضى بعد اليوم بحياة أقل مما تستحق. فطريق الثراء ليس لمن يحلم فقط، بل لمن يعمل ويصبر ويتعلم ويكمل. فابدأ من الآن، فقد تكون هذه اللحظة هي البداية التي ستغير حياتك كلها.